السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الخوت، مساء الخير عليكم. هذه قصة واحد المغاربي دخل للسجن نتاع الجزائر. هاد المغاربي هذا دي يشهد واحد الامور اللي غايبة بزاف. نتمنى انكم تتابعوا معنا القصة، لان المفاد من هاد القصة هي عبرة لبزاف الناس. في الاخير نتاع هاد الفيديو غادي نقول لكم المفاد نتاعها. نتمنى انكم تشاهدوا معنا للاخير، فرجة ممتعة. تجربتي مع السجناء الجزائريين كيفاش مرت باش دخلوني السجن. ضباط كاع السمطة، يعني قوانين ديال السجن باينين، حاجه ما دخلهاش. تبع السبطه كيقولوها عندنا السيور تاع السبر تاع الاديداس كانت عندي، يقولوهم فتحوا الباب. دخلت ديك اللحظه اللي دخلت اخوتي مع راسي راني نقول صاي غادي يديروا فيا حاله، باسكو انا مغربي ومنا ما كنت صغير اخوتي. قصه هادي بدو من الناب، كنت كنقول انايا مشكله واش غيديروا ليا مع راسي. وكنت محفف ارتيست منا لابس، يعني واحد لاتيتي كنبان، فهمتوا؟ هي هذيك. هما دخلوني مشيت عند الحيط ووقفت محمر داير، كنقول صاي انا راني في الحبس اللي يخرب فيا نتعاتقش معاه. فديك اللحظه جا عندي واحد الصديق من تما مسج، جا عندي قال لي واش بيك صاحبي؟ قلت له ما بيا والو. قال لي واش عندك؟ لو هذيك واش عندك حسبتو قال لي شنو عندك زعما في جيبك، حسبتو راه باغي دير صوالحي مثلا. هي واش عندك هي زعما شنو كاين، علاش جابوك؟ انا ما فهمتو غلط. قلت له ما عندي والو. قال لي علاش جابوك لهنا، المشكل اللي داير؟ قلت له انا مغربي. بهذيك اللحظه خوتي قلت له انا مغربي. قال لي يا مغربي ثم خاوتنا عنقني ومع ذلك اخوتي بقيت موسوس منه. مع الصغر راكم عارفين، ما عمري دخلت للحبس اول مره، فهمتوني حبيب؟ هي هذيك. قال لي اروح صاحبي مرحبا بك ثم خافتنا من هذه وصحابه بعاد من ليه. قال له ماذا مغربي؟ قالوا يا اروح مرحبا. هي هذيك مشيت معاهم. قسما بالله خوتي ديك المعامله اللي تعاملوا معايا، يا ربي اذا كانوا مازالين في الشجر يا ربي يطلق سراحهم، يا ربي قولوا امين اخوتي. حطوا ليا اقسم بالله خوتي البانه اللي بقاو كيشكلوا عليه الناس، حطوه لي تما في السجن في الدومين الناف. راني عاقل، عطاوني بنانه وحطوا لي الدجاج باسكو هما والدهم مساكن كيجيبوهم الماكله لك كثر خيرهم، وحطوا لي كيسموه الخبز المهم والتفاح. انا هادشي راني مذكره. فديك النهار الاول اللي دخلت وقالوا لي مغربي كول اخويا، كول انت راك عاد جاي ومنا وهادي بالك راك بالجوع. وصيفري كان فيا الجوع اخوتي. قلت بسم الله كليت منا. قالوا لي شنو عندك؟ ياك ما داير شي حاجه؟ قلت لهم والو الحمد لله، غير الهجره غير شرعيه يعني حراق. ايوا قالوا الحمد لله. قالوا لي ما تخافش. قالوا لي شحال من مره فوتوا مغاربه، قالوا لي مون با سيمانه تخرج. ايوا قلت لهم على ربي ان شاء الله. هي هذيك اخوتي انا جايكم. بعد المحبسيه كاع بداو كيكتشفوني مغربي. هذا منين؟ هذا ماله مغربي؟ والله اخوتي حتى شاف شامبر مسكين واحد المعامله عنده الله يطلق سراحه. كان ضره مازال باسكو عنده مده طويله مسكين، زعما تبارك الله. هكا قالوهم كاملين باش كنا دخلونا لداخل المحرز وتخربوا في هذا المغربي هذا وخاوتنا. انا نتذكرها. علاش اخوتي هاد صاري لي قصص كبار مع هاد الناس تاع الجزائر، وعلاش انا كنبغيوهم. يعني واحد القصص بيخليوك تبغيهم، ما يمكنش، فهمتوني؟ هذا راه مازال اخوتي عندي بزاف راسي بحال نقولوا انا راسي محاين. انا بزاف الصوالح صراو ليا في الجزائر ما صراوليش في المغرب، ولكن في نفس الوقت استفدت منهم وتعلمت بزاف الصوالح زوينين اللي صاي يعني بحال نقولوا الحياه قريتها، فهمتوني؟ خلينا في الموضوع ديالنا اخوتي. هي هادي كي دخلنا يعني كتجي الوقيته اللي غندخلوا باش يستفوا بلايصهم منه. كاين اخوتي واحد كيسميوه كولوار، يعني اللي جاي في الوسط. كاين السريرات مستفين على اليمين وعلى اليسار، وكاين هذاك بحال شكل زنقه صغيره. هذيك الزنقه هذيك كيدخلوا اللي عاد جداد. وانا اخوتي منين زعما مغربي عطاوني البلاصه في السريرات، عند السريرات يعني ما بين السرير والسرير عطاوني بلاصه تمايا الله يكثر خيرهم. يعني الحمد لله ما تغبنتش، فهمتوني؟ ولكن يا اخوتي اللقطه اللي زعما صدمتني وزعما اللي ديما كنحكيها للناس وكنتذكرها هي اللحظه ديال ملي كيودن العشاء الاذان كينوض الله يبارك،
كاين واحد شكل فقيه كيقوم الصلاة والناس موراه مستفين وكيصليو الله يبارك في السجن. ما شاء الله ما شاء الله، ربي يحفظهم. واللي راه مازال بجوج لك صراحة زعما واحد النظام ما شاء الله. كيكملوا صلاتهم وكيشعلوا التيلي، يعني كي كيكملوا الصلاة كيتفضوا كيشعلوا التيلي، كدير 12 كيطفى التيلي، يعني صاير قد الغدوة 6 الصباح ابو نور كلشي يوقف، كلشي يطوي فراشه يحطه في السرير باش كيسيقوا هذيك الطريق هكا الزنقة وكتوقع النقة. وكنخرجوا كيجيبوا لنا القهوة، مرة الحليب، الكاطو، الخبز. عارفين اخوتي النظام تاع السجن. وفي الفطور كل مرة شي يجيبوا لنا، مرة اللوبيا، مرة العدس، مرة بالجمعة يجيبوا لنا كسكسو. فهمتوني اخوتي؟ طعام باللحم ولا بالدجاج. المهم الحمد لله دوزت اخوتي اسبوع دوزتو ما شاء الله. ما كان غير المغربي. الله يكثر خيرهم هذوك الناس. واللي نتمنى المهم اللي مازال مسكن لك صراحه، واللي راه يشوفني في هذا الفيديو كنحييك اخويا، تحياتي ليك. بالك تعقل عليا ولا ما تعقلش، راك في هذاك الوقت كنت شويه صغير. المهم وكنشكركم بزاف اخوتي. هاد التجربه اخوتي حكيتها لكم غير باش تشوفوا يعني الشعب الجزائري شحال فيه الخير، طيب بزاف. يعني الا بغيتو تشوفوا معصب ولينيرو من النوع هادي، يعني وقدر تشوفوا يعاير في الميساجات ومن النوع هادي، كنقلبوا بيد قلبوا زين. هي انسان كينفعل، فهمتوني؟ يعني كتقول له شي حاجه ماشي هي هادي كينفعل. انت تقول هذا راه قبيح ولكن هو قلبه الداخل بيض، يعني في لحظه يولي عنك ويقول لك اسمح لي. فهمتوني اخوتي؟ هذا ميساج يعني فهموني. المهم هذه يا اخوتي، نتمنى مهم تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو. هذه القصه ديالي في السجن تاع تلمسان. الحمد لله فوت اسبوع زوين، تهلاو فيا الله يكثر خيرهم. ما خصني حتى خير، كليت وشربت الماكله غير ديال ماكله الحبس اصلا ما كنتش كيجيبوها ما كناكلهاش. علاش؟ اصدقاء كاع تما اللي كيجيبوا لهم لافامي ديالهم في الزياره كانوا كيجلسوني حداهم كيقول لك كول اخويا المغربي اللي بغيتيها قولها. اذا كنت تكمل الدخان هاك اللي بغيت. الحمد لله ما كنتش كنكمل ديك الوقت هذاك. المهم هذه يا خوتي، تهلاو فيا الله يكثر خيرهم. هذه يا خوتي. المفاد من هذه القصة الخوت أن في مجموعة يعني من التعليقات ومجموعة من الكلام اللي كيعوج في السوشيال ميديا من طرف أشخاص معينين كيحاولوا يخلقوا الفتنة بين الشعوب، بين الشعب الجزائري وبين الشعب المغربي، بغض النظر عن العلاقات الدبلوماسية أو الصراعات السياسية. كتشوفوا مزيان بأن العلاقة وطيدة بين الشعب الجزائري والشعب المغربي. هذا هو المفاد من هذا الفيديو، أننا نتخذ واحد العبرة بغض النظر عن الصراعات الأخرى. إلى هنا يعني كنحييكم، نتمنى أنكم تكونوا ديتوا العبرة واستمتعتوا بهذه الفرجة. تحية لكل المتتبعين الأوفياء، ما تبخلوش علينا بالاشتراك. شكرا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.